ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. الاول مره يشوفني اشترك في القناه، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحشتوني جدا 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 والله العظيم يا جماعه. انا مفتقده التصوير، ما مش عارف كله اقول لكم هنتظم وهصور هنتظم وهصور، ما عنديش وقت والله. فبحاول على قد ما اقدر كده اصور لكم كده حاجات خفيفه. النهارده بقى الفيديو ده برعايه بقى لو راضي عن جوزك، لو راضي عن جوزك كده دلعيه في الاكل، اعملي الاكل اللي هو بيحبه. فانا النهارده كده عملت حبه اكل حلوين، حبيت كده اشاركهم معاكم. اللي هو جبت لكم الفينش النهائي، يعني الفينش النهائي عشان عارفاكم كلكم شاطرين وستات بيوت شاطرين وبتعملوا الاكل، بس هي فكره اكل، يعني فكره اكل اللي حابب يعني يكون نسيان فافتكر الاكله دي لما يشوف الفيديو فيعملها. فحبيت كده اشارك معاكم وحبه اكل كده عملتهم النهارده، اللي هم بقى لزوم الدلع لما اكون كده رايقه وراضيه عن جوزي كده، واحب ان انا ادلعه واعمل له الاصناف اللي هو بيحبها. طبعا مش دايما دلع ومش دايما راضيين، انتوا عارفين البيوت يوم يوم شادين يوم متصالحين يوم متخاصمين، هي الدنيا كده. فعملت زي ما انتوا شايفين كده. دي البطايه بعد ما سلقتها، هي حجم نوع البط ده الحجم بتاعه بيبقى صغير ما بيبقاش كبير، فهو نوع البط ده حجمه بيبقى صغير. فزي ما انتوا شايفين كده انا عملتها صاحيه كده زي ما هي، ما قطعتهاش. سلقتها كده وحطيت طماطم في الشوربه وبصل والكلام ده كله. وهنا بقى حبيت ان انا كده ادخلها الفرن تاخد لون حلو. فبقى صلصه مع توابل مع شويه كده توابل حلوين وحطيتهم كده يعني دلكتها يعتبر كلها بالفرشه، حطيت فيها ودخلت فيها التوابل كويس. وهنا بقى ادخلها الفرن تاخد لون من تحت ومن فوق حلوين، يعني احطها من تحت الاول وبعد كده اطفي من تحت واشغل من فوق الشوايه، هتاخد لون حلو جدا هتشوفوه معانا. هنا برضو عملت حبه رز حلوين زي ما انتم شايفينهم كده. رز بشعريه انا بحبه جدا بصراحه بالطريقه دي، وشايفين مفلفل وحلو ازاي، تحفه جدا يا جماعه. وهنا بقى انا بدوق كده اللي هو خلاص استوى كده بقى، خلاص هطفي عليه زي ما انتم شايفين كده. ده اكل الروقان يا جماعه، ده ايه اكل الروقان، يكونوا عارفين لما ببقى غضبانه عليه او زعلانين انا وهو، هو اخري حبه ملوخيه وشويه شوربه وخلاص كده اتعشت قوي. لكن بصراحه كده لازم ان انا ادلعه كده كل فتره والتانيه. هنا بقى عملت الكفته دي طبعا وطريقتها سهله جدا، انا ما بحطش للكفته دي اي حاجه اكتر من البصل والتوابل يا جماعه، البصل وتوابل بس، وبتطلع خطيره جدا عشان ما اضيعش طعم اللحمه الاساسيه. هنا بقى صينيه القلاش ديت زي ما انتم شايفين كده باللحمه المفرومه، حلوه جدا برضو، كان دي لي فتره ما عملتهاش فعملتها له. يبقى عملت بط وعملت كفته وعملت الجلاش باللحمه المفرومه، وبرضو طبخت حبه قلقاس حلوين عشان ولادي بيحبوه، وعملت رز بشعريه وكان احلى عشاء يا جماعه. بص اداناها بصراحه، يعني كان دي لي فتره ما شكلتش اكل كده. الاكل بيبقى شكله حلو لما بتشكلي كذا صنف وبيطلع، يعني تحطي كده الاكل بيبقى يفتح النفس. و هو اقرب طريق لقلب جوزك معدته، فانت دلعيه، يعني لما تبقي راضيه عن جوزك دلعيه بالاكل الحلو بصراحه والله فعلا، يعني بيفتح نفس الراجل كده. فدلعي جوزك كده، اعملي له اصناف كتيره شكلي له. انا ببقى حابه ان انا اصور معاكم والله حاجات كتير واصناف كتير من الاكل، بس ما عنديش وقت، مش عارفه اظبط وقت ما بين العيال والتصوير، وعندي شغل تاني غير القناه دي، فبصراحه مضغوطه جدا. فعلى قد بقدر بصور لكم. فدلعي جوزك طول ما انت كده راضيه عنه، دلعيه، اديه كده يوم كده في الاسبوع دلعيه، اعملي له اصناف الاكل اللي هو بيحبها. فانا دايما براعي الحته دي، بعمل له كل الاكل اللي هو بيحبه، اقرب طريق لقلب جوزك معدته، فانت دلعي له معدته كده واعملي له الاكل الحلو وهيبقى راضي عنك. انا ما بقولكمش البيوت دايما دايما حلوه دايما، لا، يوم كده ويوم كده، هي البيوت كده، يوم زعل ويوم متصالحين ويوم متخاصمين، والبيوت كلها كده. ويلا بقى سلام.